معبد الأقصر هو واحد من أشهر المعالم السياحية في مصر، وأحد أروع المعابد الفرعونية التي ما زالت موجودة حتى اليوم. يقع معبد الأقصر في مدينة الأقصر على الضفة الشرقية لنهر النيل في قلب طيبة، التي كانت عاصمة مصر في العصور الفرعونية. بدأ بناء معبد الأقصر في عصر الملك أمنحتب الثالث في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ولكن تم توسيعه وتطويره على مر العصور بواسطة رمسيس الثاني في عهده، بالإضافة إلى بعض الإضافات التي أجريت في العصور اللاحقة. المعبد كان مخصصا لعبادة الإله آمون رع، الذي كان يعتبر أحد أعظم الآلهة في مصر القديمة. وكان معبد الأقصر يعد من أهم الأماكن الدينية في مصر الفرعونية، حيث كان يستخدم في الطقوس الدينية الكبرى التي كانت تتم في عيد الأوبت، وهو عيد سنوي كان ينقل فيه تمثال الإله آمون من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر عبر طريق الكباش. الطريق ده كان ممرا طويلا مزينا بتماثيل على شكل أبي الهول، وكان يستخدم في المواكب الملكية والدينية. من أبرز معالم معبد الأقصر هو الواجهة الرئيسية، التي تتميز بوجود تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، حيث تقف تلك التماثيل أمام المدخل وتبدو وكأنها حراس للمعبد. أمام المدخل أيضا يوجد مسلة ضخمة تمثل رمزا للملك رمسيس الثاني، ولها شبيه في ميدان الكونكورد في باريس. أما عن صالة الأعمدة الكبرى فهي واحدة من أبرز المعالم داخل المعبد، حيث تضم حوالي 14 عمودا ضخما مزينة بنقوش فرعونية دقيقة. الأعمدة هذه تظهر دقة الفن الفرعوني في النقش والفن المعماري. داخل المعبد يوجد أيضا قدس الأقداس، وهو أقدس مكان داخل المعبد، حيث كان يحتفظ فيه بتمثال الإله آمون، وكان يعتبر هذا المكان هو المركز الروحي للمعبد. كان عيد الأوبت هو الحدث الأبرز الذي يتم الاحتفال به في المعبد، وهو كان يشمل موكبا ضخما يحمل تماثيل الآلهة من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر. اليوم يعد معبد الأقصر من أكبر وأهم المعالم السياحية في مصر، حيث يزور المعبد آلاف السياح سنويا للتعرف على عظمة الحضارة الفرعونية. يعتبر المعبد مثالا رائعا على العمارة الفرعونية المعقدة ودقة تصميمها، وهو يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم ليشهدوا على تاريخ وحضارة مصر القديمة. المعبد لم يكن مجرد مكان عبادة فحسب، بل كان أيضا مكانا للعديد من الاحتفالات والطقوس التي تجمع بين الدين والسياسة والفن في مصر القديمة. تعتبر صالة الأعمدة الكبرى وطريق الكباش من أبرز المعالم التي تظهر عظمة الفراعنة في البناء والتخطيط. في المجمل، معبد الأقصر هو واحد من أروع المعابد التي تمثل عظمة مصر الفرعونية، وهو يظل حتى اليوم شاهدا على قوة وحضارة الفراعنة الذين تركوا بصماتهم في كل مكان على مر العصور. إذا أعجبك المحتوى برجاء الضغط على لايك وشارك الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.